اتكلمنا في فيديو عن ان احنا دخلنا في الاشهر الحرم، وان هو كل حاجه فيها مضاعفه، سواء الحسنات والاجور، الصدقات، الطاعات كلها ربنا يكتبها لنا ويتقبلها مننا ومنكم، اجورها مضاعفه. وكذلك الذنوب والسيئات، فربنا يغفر لنا ولكم ويحفظنا ويحفظكم. فهنا بقى بتذكر بشويه حاجات كده، ايه كلنا او اغلبنا يعني ربنا يهدينا بنغفل عنها كتير. وهي السيجاره حرام طبعا، كلنا ما فيش حد يختلف على كده. فبرضه ذنبها مضاعف. اللي بيبقى عنده حساسية جنبك وانت مش حاسس بيه هتتحاسب عنه، تمام، على اذيته. ويعني ربنا يكفيك شر الظلم يعني. خصوصا بقى لو نبهك وقال لك لو سمحت في السيجاره انك تعبان او مريض او كده، وقعدت بقى تتوه او تعمل عبيط فاكرين انت كده ناصح يعني. خلي بالك من نفسك عشان مش هيسيبك يوم من الايام. كذلك الاغاني اللي بتنزل في الاستوريهات والحالات، الصور اللي بتحط عليها اغنيه وفيها موسيقى هتتحاسب عليها كبير، خلي بالك. ربنا يحفظنا ويحفظكم ويهدينا ويهديكم. يعني حتى يوم ما تعمل حاجة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون. فربنا يعافينا ويعافيكم يا رب ويغفر لنا ولكم. ما تنساش تعرف صحابك وزمايلك وحبايبك، دل على الخير كفاعل.